السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم الأكلة دي بقى لسه عاملاها امبارح. طبعا بناكلها في أيكيا غالية جدا، فأنا قلت بقى ايه هعملها بطريقتي، والطريقة هتبقى مش هتاخد معايا وقت خالص. جبت رز وخضار، جزر وبسلة وفاصوليا خضراء. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عملت كوبيبة بصوص بني، وهنا هريسة. الهريسة دي ما اقدرش استغنى عنها في اي اكل. الرز بقى عملته، حمرت بصلايه وبعد كده حطيت الخضار وبعد كده حطيت الرز وتبلته والميه وبعد كده ايه، سبته يستوي. الكوبيبه لحمه مفرومه ايا كان ربع كيلو، حطيت عليهم كوبايتين بقسماط وبصل وتوابل، توابل كفته، وبعد كده حمرتها. والصوص البني بصلايه وبعد كده حطيت صوص صويا صوص عشان تبقى تدي اللون، من غير بقى اي كريمه ولا اي حاجه. وبعد كده تقليت حطيت الكوبيبه. عشان تتقل لازم احط شويه ميه صغيرين معاهم معلقه نشا. زي ما انتم شايفين، هو طبعا الطبق ما بيتقدمش كده، بيتقدم الرز لوحده ورز بسمتي. انا عملت برز المصري، وكمان بيتحط الخضار السوتيه لوحده. بس انا حبيت ان انا ايه ما اخدش وقت في المطبخ، فعملت كله مع بعض. دي الطريقه بتاعتي، عجباني وحلوه جدا جدا، بتمنى تجربوا.